السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض كتاب الامتحان لغة عربية أولى إعدادي، صفحة 331 332 333. يا ريت يا أبطال ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات وكمان المراجعات بأمر الله. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك املأ الفراغ في كل جملة في العمود ألف بحال مناسبة من العمود باء. بيقول لك هنا شاهدت اللاعبين، هتقول له إيه؟ متحابين، اللي هي رقم اللي هي الرابعة دي. طيب أدى المؤمنون الصلاة، هتقولوا إيه؟ وهم خاشعون. ركب المسافرون القطار، هتقول له إيه؟ يسرعون، حال جملة فعلية. وقفت المعلمات، هتقول له بين طلابهن، ده حال شبه جملة ظرف يا شباب. طيب بيقول لك هنا استمتعت بالحديقة، هتقول له إيه؟ هتقول له أزهارها بالحديقة أزهارها مثمرة. يلا يا شباب، بيقول لك هنا ضع خط تحت الحال في الجمل التالية ثم اختر نوعها. طيب مررت بالطلاب مسرورين، طبعا هنا مسرورين دي حال مفردة. وقف المعلم يشرح الدرس لطلابه، يشرح الدرس يبقى حال جملة فعلية. سكت الجميع منتظرين صافرة الحكم، منتظرين حال مفردة. طيب تركت صديقي في خير حال، دي حال شبه جملة. أنهينا المباراة ونحن فائزون، ونحن فائزون دي جملة اسمية معذرة. طيب بيقول لك هنا ميز فيما يلي الحال وصاحبها ثم اعرب الحال. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب هنا فين الحال؟ هتقول له متعمدا دي حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما صاحب الحال هتقول له ده ضمير مستتر تقديره هو بعد كذب. طبعا الضمير المستتر يا شباب بيجي بعد الفعل ما بيجيش قبل الفعل. من كذب هو، من كذب هو، يبقى صاحب الحال مين؟ هو. طيب ايش قال الشاعر؟ ومن يتتبع جاهدا كل عسرة يجدها ولا يسلم له الدهر اي صاحب. هتقول له هنا جاهدا دي حال اهي، انا كاتبه لك هنا حال منصوب بالفتحه. طيب فين صاحب الحال يا مس؟ هقول لك ده ضمير مستتر تقديره هو بعد يتتبع. دايما الضمير بيجي المستتر بيجي بعد الفعل. يتتبع هو. طيب عاقب الاب ولديه مخطئين، هتقول له هنا صاحب الحال هتقول له ولديه، وكلمه مخطئين دي حال منصوب بالياء. طيب تحدثت الامهات المثاليات شاكرات للمسؤولين تكريمهن، هتقول له شاكرات دي حال منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث سالم. عندك هنا صاحب الحال الأمهات. وقف المحامون أمام القضاة محاولين دفع التهمة عن موكليهم، هتقول له محاولين دي حال منصوب بالياء، وصاحب الحال طبعا المحامون. يلا حبايبي، بيقول لك هنا ضع خط، معلش بقى لان مفيش مكان وانا بحاول ان انا احل لكم كل حاجه فبصغر خطي. ممكن تكتب في ورقه خارجيه لو حابب، بس هيبقى برضو الموضوع طويل عليك تكتب الجمله وتبدا تفسرها حته حته. طب يلا اللي انت شايفه صح اعمله. ضع خط تحت الحال الغير مفرده وصاحبها ثم بين نوعها وحدد الرابط ان وجد. تحرك بين الناس وأنت تنشر الخير، هتقول له أنا تنشر الخير، هتقول له صاحب الحال هنا ضمير مستتر تقديره أنت، تحرك أنت. طيب هنا هتقول له إيه؟ تنشر الخير، هتقول له دي جملة اسمية، والرابط هتقول له الواو والضمير أهي يا حبايبي أهي. طب ناخده بقى كده بالدور كده معلش عشان بالطول كده. طيب عاش الأب يهتم بأبنائه، هتقول له هنا الأب ده صاحب الحال وبأبنائه ده جملة فعلية ضمير مستتر تقديره هو. نعيش حياتنا بين نجاح وإخفاق، صاحب الحالة تقول له نحن، وده ضمير مستتر تقديره نحن بعد نعيش. خلاص يا شباب، يبقى صاحب الحال فين؟ هتقول له ده ضمير مستتر تقديره نحن. خلاص يلا يا بطل. هنا هتقول له بين نجاح وإخفاق، ده حال ولا يوجد طبعا رابط. طيب هنا انتهى الليل والأطباء ساهرون، ساهرون دي حال جملة اسمية، والرابط هنا الواو اهي، والليل ده صاحب الحال. طلعت الأخبار في شغف هنا هتقول له ده حال، ورابط هنا لا يوجد رابط في الجملة طبعا، وصاحب الحال هتقول له تاء الفاعل. خلاص هنا بيقول لك جاء الزائرون يحملون الأزهار، هتقول له الزائرون دي صاحب الحال، ويحملون الأزهار دي حال جملة فعلية، والرابط الواو في يحملون ودي ضمير. كده يا شباب حلنا صفحة 231. ننتقل ل 232. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. بيقول لك هنا أدركت اللاعب يحرز هدفا، هتقول له هنا الحال هتقول له هدفا، وصاحبها هتقول له طبعا كلمة اللاعب اهي، ونوعها هتقول له دي جملة فعلية، والرابط هو ضمير مستتر تقديره بعد. خلاص يا شباب، يبقى الرابط فين؟ هتقول له ده ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو بعد ايه؟ بعد يحرز. يحرز هو هنا يا شباب.
المفروض يكون هنا هو يعني. هنا هيقول لك اصطف الجنود خلف القائد، هتقول له هنا، هتقول له الحال، هتقول له خلفه، وصاحب الحال هتقول له كلمة الجنود، ونوع الحال هنا هتقول له شبه جملة، والرابط هتقول له لا يوجد. طيب جاء أبي يحمل أخي الصغير، هتقول له هنا يحمل أخي، ودي حال جملة فعلية، وصاحب الحال أبي، والرابط هنا هتقول له ضمير مستتر تقديره هو، يحمل هو. خلاص. طيب كتبت العبارات وأنا مدققة لها، هتقول له هنا صاحب الحال، هتقول له هنا الحال الأول هتقول له وأنا مدققة. طيب دي حال جملة اسمية، صاحب الحال هتقول له تاء الفاعل، اهي كتبته تاء الفاعل، نوعها جملة اسمية. الرابط هتقول له الواو والضمير أنا. طيب هنا بيقول لك سعيت مجدا خلف الحقيقة، هتقول له هنا ايه، هتقول له خلف. طيب سعيت مجدا، الحال هتقول له مجدا خلف الحقيقة. تناولت الطعام مفيدا، هتقول له هنا مفيدا دي حال مفردة يا شباب. تعالى هنا بيقول لك ضع كل حال في مكانها المناسب حتى يتم المعنى. طيب بيقول لك هنا خالدة ويحبون وبذلين وعلى العطاء مكسرين ورافعين، نشأ أطفالنا يحبون بعضهم البعض، يحبون دي حال جملة فعلية، وتربوا على العطاء دي شبه جملة، وعرفوا أن العطاء هو سبيل الخير فقدموا الخير، مكسرين منه، مكسرين دي حال مفردة، وضحوا باذلين بأنفسهم برضو مفردة، وجاهدين دافعين رايتهم هتقول له مفرد، فسطرت أسماؤهم خالدة هتقول له دي حال مفردة. صح. بيقول لك هنا ضع صاحب الحال مناسبا لكل حال. أقبل هتقول له اللاعبون مصرون على الفوز، نظرة الفتاة للمستقبل متفائلة به. تعجبت من طالبات مثابرات. طيب كرم المديرون الطلاب فخورون بهم، مشى الفائز متواضعا. اختر الحال. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هتقول هنا شاهدا ودي حال مفردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهم، وأنت هنا تقول له وأنت غير مشرف دي جملة اسمية. قال الشاعر أي جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت، هتقول له وأنت تموت دي جملة اسمية. يسعدني سعادة غامرة أن أشاهد راية الوطن ترفرف فوق ذرى المجد، هتقول له ترفرف دي جملة فعلية. طيب يا حبايبي بيقول لك أكمل الجمل الآتية بحال غير مفردة، يعني مش عايز بقى حال جملة يا جملة اسمية جملة فعلية شبه جملة سواء جر مجرور أو ظرف. طيب ذهب الطلاب إلى المدرسة، تقول له بسرعة دي شبه جملة. جاء الطفل ولعب دي جملة فعلية. استمتعت لمعلمي وأنا فخور دي جملة اسمية. انتهت المباراة وأنا مستمتع دي جملة اسمية. وقف الطائر فوق الشجرة ودي خبر، ودي معذرة حال شبه جملة. طيب خرج الأولاد يجرون دي حال جملة فعلية. حنا صفحة 232 يا حبايبي، ننتقل ل 233. يلا بينا ونقول بسم الله. بيقول لك هنا أكمل بما هو مطلوب بين القوسين لما جاء. عاد الولد من الرحلة، هتقول له يحمل حقيبته، يبقى أنا هنا حطيت حال جملة فعلية زي ما طلب مني. قابلت المسؤول، هتقول له أمام المكتبة ده حال شبه جملة ظرف مكان. كرهة المثقفين، هتقول له إيه، كرهت المثقفين متكبرين دي حال مفردة. عاد الأبطال من المعركة وهم منتصرون دي حال جملة اسمية. دخلت البيت وأنا مسرع دي حال جملة. عشت في وطني في أمان دي حال شبه جملة جار ومجرور. اذكر المحل الإعرابي للجمل التي تحتها خط ثم أعرب الكلمات الملونة. الأسرة هي أساس المجتمع، هتقول له هي دي هنا طبعا مبتدأ وأساسي دي خبر. طبعا الأسرة دي شباب مبتدأ أول، وهي مبتدأ ثاني وأساس خبر. طيب عاد المتعلم من مدرستي يحمل علما نافعا، هتقول له هنا حبايبي المتعلم هنا دي فعل مرفوع على رفعه الضمه، ويحمل دي جمله في محل نصب حال. انقذ السياح الغريق وهو يستغيث، هتقول له الغريق هنا مفعول به منصوب بالفتحه. يستغيث وهو يستغيث دي جمله اسميه في محل نصب فاعل، في محل نصب حال. وقفت إلى جانب زميلي يبكي، هتقول له زميلي مضاف إليه مجرور بالكسرة، ويبكي في محل نصب حال. الله يحب عباده المتقين، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة، يحب في محل رفع خبر جملة فعلية. تعالى هنا بيقول لك صح وخطأ. يسهر الطلاب مؤديين واجبهم، والحال جملة اسمها تقول له خطأ ده حال مفردة. طبعا كلمة ايه مؤديين، ولقد ذكرتك والنهار مودعا الحال مفردة، تقول له خطأ ده الحال جملة اسمية، والنهار مودع مبتدأ وخبره. الطالبان واجه الصعاب قويين، هتقول له صاحب الحال هنا الطالبان هتقول له خطأ ده ألف الاثنين، واجه ألف الاثنين في كلمة ايه
واجه. طيب قابلت صديقي وهو يعود، الرابط هتقول له الضمير المستتر، هتقول له خطأ، ده الرابط هنا الواو. وهو. طيب لا تلبس الثوب ممزقا، صاحب الحالة تقول له الثوب، ده ضمير مستتر تقديره انت، طبعا خطأ لان صاحب الحال هنا الثوب. صافح الفائزون بعضهم بعضا مهللين، مهللين حال منصوب بالياء. ذهبت الى الحديقة طلبا للهدوء، ما تحته خط تقول له حال، هو بيقول لك حالة تقول له خطأ لانها مفعول لاجل، طلبا دي مفعول لاجله وجاي وراها جر مجرور. وقفت وسط المدعوين، هتقول له الحال هنا بيقول لك جملة اسمية، تقول له خطأ لان الحال هنا شبه جملة ظرف، وسط ظرف مكان، وسط المدعوين. اجعل المضاف اليه الذي فوقه خط في جمل حال. طيب تعال أبدأ حديث الشاكر نعماء ربي، هتقول له ابدأ الحديث شاكرا نعماء ربك، وهتقول له دي منصوبة بالفتحة، يبقى شاكرا دي ايه؟ حال منصوب بالفتحة. استثمرنا ثروة الأملين تخطى العقبة الاقتصادية، هتقول له استثمرنا الثروة آملين تخطى العقبة الاقتصادية، تقول له دي حال منصوب بالياء. ختمت مذاكرة الحامد الله على توفيقه، تقول له ختمت المذكرة حامدا الله، هتقول له هنا حامدا دي حال منصوبة بالفتحة. أيدت رأي المستشهد بآية من الذكر الحكيم، هتقول له المستشهد هنا، هتقول له هنا أيدت الرأي مستشهدا بآيات، هتقول له دي حال منصوب بالفتحة، طبعا كلمة مستشهد دي هي الحال. ندعم قوة الواثقين بنصر الله، هتقول له ندعم القوة واثقين بنصر الله، ودي حال منصوب بالياء. كده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل باقي التدريبات مع بعض في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.